السلام عليكم. اليوم عندنا طبعا لوجو للمكان مال التصوير. رحت هاي مكان خاص يسوون بيه اللوجو. طبعا انطيت الشعار مالتي. بعدين ظلينا تقريبا فترة كلش طويلة حتى نختار الخط ونختار التصميم، غيرنا الفستان ما لقينا نفسه. بوقتها قال لي انه هو ما راح يصير بالطباعة هذا الفستان اللي انتي رايدته. فورا ما خلص هيجي كانت هاي الجودة مالته. بعدها رحنا ندور على ورق حائط. طبعا اول شي اختارت هذا حبيته، بعدين قلت خلي ادور بعد. شفت هاي كل الانواع، بعدين قلت خلي يكون شي سادة افضل، واخلي شي اجيب مراية وورد يمه شوية واخلي الفستان وبس. فرحت لهاي المحل فشفت هاي السادة كلش حبيتها. بعدين لصقناه بالحائط. طبعا يريد واحد يعرف بيه كلش، و شخص ساعدني يعني جزاه الله خير ان شاء الله. بعدها وصلت اللوجو مالتي، لان هو انطانا كم يوم قال بعدين يوصلكم. بعدها طبعا باستخدام الغري تم لصق اللوجو على الحائط وكلش مرتب طلع. بعدها هنا اللحظة الحلوة كلش يعني، بحيث هقا فرحانة ما كنت تريد اشيله يعني اللاصق. هسه راح نجي حرف حرف وبكل هدوء نشيله. بعدها راح نتركه هيجي فترة يعني. قبل لا اشيل من عند هاي اللاصق تركته تقريبا يوم او يومين، بعدين شلت. خفت لاني واشيل اللاصق يتحرك من مكانها يعني، قلت خليه يصير ثابت اكثر. طبعا هو جليتر تصميم خاص، اغلبها للفساتين المحجبات، يعني لهم الاولوية الفساتين المحجبات، واكيد الاطفال، واكيد نسوي ديزاينات مال من عمر يوم الى كل القياسات نسوي. وطبعا اختصاصنا هو فقط فساتين وبدلات الحفلات والسهرات والأعياد ميلاد والمناسبات، يعني كلها فرح في فرح. طبعا اللون يتجنن طالع. التنسيق كلش حلو، وبعدين من صورت ويا الفساتين واو طلع كلش حلو. طبعا هي خطوات النجاح خطوة خطوة، فلا تيأسون أبدا من أي شغل كان عندكم. أي شي أنتو تحبوا، أي شي أنتو تتمنوه استمروا بيه وراح يصير، يعني ماكو شي ما راح يصير. الله موجود وتوكلوا على الله وبس، يعني امشوا بالطريق ورب العالمين هو راح يشوفكم شغلات انتو ما كنتوا منتبهين لها. يشوفكم أماكن للشي اللي انتو تريدوه. يسهل لكم ناس زينين، ودائما ندعو اللهم سخر لي عبادك الصالحين. وبس خلاص، يعني هو استمرارية، توكل على الله. واكيد يعني اول شي توكل على الله بتبدأون وتستمروا متوكل، يعني لا تيأسون ابدا، رب العالمين يفتحها بوجهكم بالخير ان شاء الله اي مشروع كان. بعدها صراحة الشيل هاي كامل خلاص وبس. وشوفوا الجمال هستا، و انطونا رأيكم بيه بالتعليقات.